السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة عروض المواشي في كل مكان. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. طبعا النهارده يوم مختلف بقى شوية. أولا النهارده الجمعة طبعا، متنسوش تصلوا على النبي. طبعا النهارده عيد ميلادي، يوم 21/6 دوت عيد ميلادي. فبحب يعني ايه اوجه رساله لاي حد متابعني، ماشي، بنوي يعني وبكرر الموضوع ده كل مره. اي حد محتاج ينزل اي فيديو على القناه عندنا تحت امره، من غير اي حاجه خالص. يعني في ناس بتسالني لو عايزين ننزل فيديوهات ولا كده من التعرض عندك ولا كده، حاجه عايز تنباع ولا كده، انا ما عنديش اي مشكله وكله ببلاش، ما تقلقوش. انا ما باخدش فلوس من حد، الحمد لله. ان شاء الله ربنا يرزق الجميع. اي حد عنده عايز حاجه يعرضها، انا ما عنديش مشكله وتحت امر اي حد. النهارده طبعا الجمعه، ما تنسوش تصلوا على النبي. دعمك ليا بقى الجميل بلايك حلو كده وتعليق كويس. بصراحه الفيديو اللي فات عجبني قوي قوي، ومبسوط والله من الناس اللي يعني تدعمني بلايك. لايك جميل كده وبدعمك كويس. ولو عايز تعلق تعليق مفيش مشكله، كله على دماغنا. ربنا يبارك في حضرتك. ان شاء الله انا هشارككم بقى اللحظه بتاع النهارده. انا لسه جاي اخرج العجله كده، ايه، نسقاها بره. انا كنت كل مره طبعا بسقاها هنا، يعني بجيب لها الجرادل لحد عندها وبسقيها. فانا هحاول اخرجها كده، امشي رجلها شويه واخرجها بره هنا واجرد وكده يعني، ونظبط الدنيا. لازم كل يوم او يومين كده، ايه، الواحد يحاول يسيبها مره كده ولا حاجه، لان السيبان ده لا حلو برضه. احاول اظبط الكاميرا عليه. بيبقى لما بيتحرك ويجري ويتنطط وكده، بيصحصح كده ويفوق. انا كان نفسي طبعا اسيبها على طول، بس ما ينفعش بقى عشان العيش بيزيد. هنحاول نغير المية كده، نحاول اعملها مية تانية كده، يمكن تكون مش مستطعمة قوي يعني. انا لو هوت لها شوية هتجري وهتكسر الدنيا. زي ما انتم ملاحظين اهوت، بص، لو هوت لها، بص بص، اه
عندها استعداد تدغدغ الدنيا. واي حاجه بقر عامه في العموم كده يعني، مش هي لوحدها، بس يعني ايه، الواحد برضو عشان العشر وكده، فالواحد ده بيبقى خايف عليها شويه. ان شاء الله في فيديوهات جايه كده ان شاء الله انا محضرها باذن الله. آه، في فيديو عن الفيديو الجاي ان شاء الله يبقى نحضره باذن الله. يعني ايه كسره جوز وكسره 4 وكسره 6 ومعاه خناسر والحاجات دي. طبعا المعلومات دي ايه للناس المبتدئين، في ناس مبتدئين ما تعرفش حاجه عن الكلام ده، فانا بدي المعلومات دي ليهم عشان بس الناس اللي هي خبره والناس القديمه اللي هي فاهمه في الكلام ده. ما يعني ايه، لان في ناس بتعلق بتقول لك اللي احنا مش مستفيدين حاجه من المعلومات اللي انت بتقولها وحاجات دي معروفه ومش عارف ايه. لا انا بتكلم، انا بخاطب الناس اللي هم كانوا داخلين في المجال زي حالاتي في الاول، ما كانوش عارفين الحاجات دي. مع ان في ناس فلاحين اصلا لسه ما تعرفش الموضوع ده اصلا، يعني ما يعني في ناس فلاحين انا اعرفهم ما يعرفش يعني ايه كسره جوز وقفله وقفله جديد وقفله طري والحاجات دي. تمام. فان شاء الله الفيديوهات ديت انا بحضرها، وفي فيديو كمان العجله لما تيجي تحلب ولا كده والعجله بترفص وما بتعرفش وكده، ان شاء الله جايب لكم حل كده بسيط كده ايه وخفيف، وان شاء الله هيعجبكم يعني باذن الله. هنحاول نجرب في الاول. انا عموما انا عندي رماد ماشي، اوريكم الرماد بره هنا اهو. انا عندي رماد اصلا، بس انا ما بحبش اطرد قد كده، بحب اجرد اكتر يعني اول باول، بحيث العمليه ما تكترش عندي، وفي نفس الوقت ايه اوفر شويه الرماد ده انا بعمله للطوارئ فقط بس. واخدين بالكم؟ ما شاء الله. بصوا التجربه اهو، ما خدش 10 دقايق، ما كملش كام دقيقه يعني، ما شاء الله. هم دول الشويه اللي طلعوا امت، حاجه بسيطه يعني. الشويه اللي جوه دول بقى اهو، دي طبعا هنا الميه كترت ماشي، وعملت ايه زي وحله بسيطه كده، بس طبعا انا مجردها اهو. احاول ان انا اشيلهم بقى واجيب مكانهم رماد اهوت. تمام. نشيل بقى شويه التجريد دول ونجيب مكانهم رماد يحاول ينظف الدنيا شويه. انا اسف طبعا بك مني ما حدش معايا بيصور، تصوير على قد.
انا برضه ما بحبش اكتر، لان كتر الرماد بيكتر السباخ تحتيه لما تيجي تشيل. نبدأ علفة بقى. عارف انا بعمل مجمع ونص من دهوت جالون اللي هو بتاع الدهانات دي، بما ان انا بتاع دهانات يعني، فانا ده اسمه جالون، الصغير ده بيبقى اسمه جالون. العملية عفرت قوي، خلينا بالراحة. طبعا الفيديو كده انتهى. اي حد محتاجة مني اي حاجة انا تحت امره. وبنوه تاني على الساده المشاهدين، اي حد عايز ينزل اي فيديو على القناة عندنا تحت امره يبعت لي على الواتس 010 2 35 6607. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.